كل ليلة تقريبا أغلب الناس على الكوكب بيدخلوا في حالة فقدان وعي وشلل مؤقت. بس إيه اللي بيحصل فعلا جوه جسمنا وإحنا بننام؟ وإيه اللي ممكن يحصل لو ما أخدناش كفايتنا من النوم؟ النوم بيتنظم عن طريق الساعة البيولوجية بتاعتك أو الإيقاع اليومي، ودي موجودة في المخ. الساعة دي بتتأثر بالضوء، فبالليل تزود إفراز هرمون اسمه الميلاتونين، وأول ما تحس بالضوء بتوقفه. الجسم بيعدي بأربع مراحل نوم وبيكررهم كذا مرة طول الليل. في الليلة الكويسة بنلف الدورة دي من 4 ل5 مرات. المرحلتين الأولى والتانية نوم خفيف، دي مرحلة الانتقال من الصحيان للنوم. ضربات القلب والتنفس بيهدوا، حرارة الجسم بتقل، والعضلات ممكن تتحرك حركات خفيفة. المرحلة الثالثة بتتسمى أحياناً نوم الدلتا، عشان المخ فيها بيطلع موجات بطيئة اسمها دلتا. دي أول مرحلة نوم عميق، وفيها الخلايا بتطلع أكبر كمية من هرمون النمو اللي بيصلح العظام والعضلات وبيساعد الجسم يتجدد. المرحلة الرابعة هي مرحلة الأحلام. الجسم بيطلع مواد كيميائية بتشلنا شلل مؤقت عشان ما نتحركش وننفذ اللي بنحلم بيه. في المرحلة دي المخ بيبقى نشيط جدا، وعينينا رغم إنها مقفولة بتتحرك بسرعة كأننا صاحيين. الإنسان بيقضي تقريبا تلت عمره نايم، بس أسلوب الحياة الحديث والضغط وانتشار التكنولوجيا خلى الناس دلوقتي تنام أقل بكتير من زمان. النوم أقل من 7 ساعات في اليوم مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة، وده ممكن يقلل متوسط العمر. علشان تعيش حياة أطول وأصح ما تكسلش عن النوم، خد لك شوية نوم كويس. لو وصلت لهنا يبقى المعلومة دي فعلا لمستك. ما تنساش تعمل لايك عشان الفيديو يوصل لناس أكتر، واشترك في القناة لو بتحب المحتوى اللي يفتح دماغك مش ينومه، وفعل الجرس عشان ما يفوتكش أي حلقة جاية، وشير الفيديو مع حد دايما بيقول أنا مش محتاج أنام، يمكن الفيديو ده يغير حياته.